والجسم الطبيعي بيفرز من نص لتر لترين يوميا من اللعاب، وده بيكون اكتره في فترة الصباح، لكن في فترة الليل بيقل افراز اللعاب تدريجيا وخصوصا وانت نايم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ده الجزء الثاني من فيديو الغدد اللعابية، وفي الفيديو ده هنتكلم عن حاجات كتيرة مهمة بتخص الغدد اللعابية، وده فيديو من سلسلة شخص نفسك بنفسك. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن حاجات مهمه، ومن ضمنها رقم 1 ايه هي اهميه الغدد اللعابيه واهميه اللعاب. رقم 2 ايه اللي هيحصل لو ما عندناش لعاب. ورقم 3 ازاي اعرف ان انا عندي مشكله في الغدد اللعابيه وعندي نقص في كميه اللعاب في الجسم. ورقم 4 ازاي اعالج الغدد اللعابيه. اول حاجه هنعرفها ايه هي اهميه اللعاب. رقم 1 بيلين البق والحنجره، وكمان بيساعد المعده ان هي تكسر النشويات، لان السلايفا بتحتوي على انزيم اسمه الاميليز، والاميليز ده من وظيفته ان هو بيساعد المعده ان هي تكسر النشويات. رقم 2 بيقلل نسبه التسوس وامراض اللثه، وكمان بيقلل امراض الفم بشكل عام. رقم 3 بيجهز وبيحضر الاكل للبلع. رقم 4 من اهميه اللعاب ان هو بيخليك تستطعم الاكل. رقم 5 من اهميه اللعاب ان هو بيخلي ان الجرح يلم بشكل اسرع، هو بيساعد في سرعه انكماش الجرح. ورقم 6 ان هو من اهميته، والنقطه دي مهمه جدا، ان هو بيحول المحيط بتاعنا من محيط حمضي لمحيط قلوي. والمحيط الحمضي للناس اللي ما تعرفوش هو المحيط ان يكون الجسم بتاعنا والمناعه بتاعتنا في مرحله اضعف من الطبيعي، وبتكون قوه البكتيريا اقوى من الطبيعي. والمحيط القلوي بتكون في المناعه بتاعتنا اقوى من تأثير البكتيريا، ودي المرحلة اللي احنا بجسمنا بيتأقلم عليها وبيحب الوجود فيها. لكن المرحلة اللي هي المحيط الحمضي هي دي المرحلة اللي الجسم بيرفض ان هو يبقى فيها، وهي دي المرحلة اللي الجسم ما بيحبهاش. فاللعاب من اهميته والميزة اللي فيه ان هو بيحول المحيط بتاعنا من محيط حمضي لمحيط قلوي. وكده نكون خلصنا النقطة الأولى من الفيديو وهي أهمية اللعاب. هنخش في النقطة الثانية وهي إيه اللي يحصل لو ما عندناش لعاب. رقم 1 هيكون عندنا جفاف في الفم وعندنا مشاكل في الهضم. ورقم 2 هيكون عندنا زيادة في نسبة التسوس وأمراض اللثة، وعندنا تشققات وتقرحات في البق، وعندنا أمراض الفم هتزيد بشكل كبير. رقم 3 هيكون عندنا صعوبة في البلع، والأكل هيخش جسم الإنسان كأنه بكتيريا. رقم 4 مش هتعرف تستطعم الأكل. رقم 5 لو كان عندك جرح في البق هيبقى فيه صعوبة إن الجرح يلم. والنقطة الثالثة في الفيديو ازاي تعرف ان عندك مشكلة في الغدد اللعابية. رقم 1 بيكون عندك جفاف في الفم. رقم 2 بيكون عندك انتفاخ واحمرار في المنطقة بتاعة الغدد اللعابية. ورقم 3 ممكن يكون عندك ارتفاع في درجة الحرارة. ورقم 4 لما بتيجي تفتح بقك او تقفله او تحرك المنطقة بتاعة الفك بيكون عندك وجع في منطقة الغدد اللعابية. وفي بعض الاوقات في المنطقة اللي بيخرج منها اللعاب بيخرج معاه صديد. والنقطة الأهم واللي محتاجين نعرفها إيه اللي بيخلي الريق ناشف. وفي حاجات كتيرة بس من أهمهم رقم 1 في أدوية كتير بتسبب أعراض جانبية، زي إن هي بتسبب جفاف في الفم وكمان بتنقص في إفراز اللعاب في الفم، زي أدوية الضغط العالي وأدوية الاكتئاب، وكمان استخدام وإفراط في استخدام المسكنات. رقم 2 إن الإنسان بيتقدم في العمر مع إفراط في استخدام الأدوية، ده كمان بيكون عامل كبير في إن هو بيقلل إفراز اللعاب في البق، وكمان بيسبب لك جفاف في البق. رقم 3 بيكون عندك مشاكل في المناعة. رقم 4 التدخين وتناول الكحوليات. رقم 5 اللي ممكن يسبب ان الريق يبقى ناشف، ممكن ان انت اتأثرت بفيروس او بكتيريا، نتيجة ان انت ممكن لمست شخص مصاب، نتيجة ان انت استنشقت هواء من شخص مصاب اللي هو كان عطس في الجو، فده سبب ان الفيروس بدأ ينتشر، فانت استنشقت الهواء ده فسبب لك المرض بتاع الفيروس، ومن ضمنها كان سبب لك ان هو كان عندك ريق ناشف. والجزء الاخير من الفيديو هنتكلم ازاي اعالج جفاف الفم ده. رقم 1 اهم حاجة في نقطة العلاج بتاع جفاف الفم ان انت تشيل العامل الاساسي والمصدر الاساسي اللي هو بيسبب لك في الاول والاخر جفاف فم. زي فكرة مثلا لو انت كنت بتاخد ادوية ليها اعراض جانبية بتسبب لك جفاف فم، فانت لازم وحتما ولا بد ان انت تشيل الدواء ده وتبدله بدواء تاني ما يكونش فيه الاعراض الجانبية دي. او مثلا لو انت كنت مفرط في التدخين، فلازم في الاول وفي الاخر ان انت عشان تعالج جفاف الفم تحاول توقف التدخين. رقم 1 ان انت خلاص شلت كده المصدر الاساسي اللي بيسبب لك جفاف فم. طب رقم 2 تعمل ايه؟ ورقم 2 لو كان عندك جفاف فم شديد فساعتها الدكتور بيوصف للمريض دواء بيزود افراز اللعاب في جسمه، زي مثلا بيلوكاربين، وده بيزود افراز اللعاب. رقم 3 بقى بيكون الدكتور عمل حاجتين في الاولانيين. اول حاجه هو شال لك المصدر الاساسي اللي بيسبب المرض، ورقم 2 هو اداك دواء يساعدك ان هو الجفاف ده يقل وفي نفس الوقت يزود افراز اللعاب في جسم الانسان. طب رقم 3
بيديك نصايح وارشادات تستخدمها في البيت، وده بيساعدك على قد ما تقدر تعملها في البيت ان هو يقلل الجفاف ويزود افراز اللعاب. رقم واحد زي ان هو بيقولك تغسل سنانك مثلا مرتين يوميا، كل مره مش اقل من دقيقتين، مره الصبح ومره بالليل. ورقم اتنين ان هو بيقولك تمضمض بقك مرتين يوميا، من مرتين ل3 مرات، كل مره مش اقل من 30 ثانيه. رقم 3 ان هو بينصحك ان انت تستخدم الدنتال فلوس بعد كل وجبه. رقم 4 ان هو بيطلب منك تاكل لبان خالي من السكر، واللبان الخالي من السكر ده بيزود من افراز اللعاب في جسم الانسان. رقم 5 وكمان بيستحسن ان انت تشرب شويه ميه اثناء الاكل عشان يساعدك في عمليه المضغ والبلع. رقم 6 يستحسن ان انت تشم من مناخيرك احسن من بقك عشان تتجنب جفاف الفم. حاول على قد ما تقدر تقلل نسبه الكافيين وشرب القهوه والشاي، وفي نفس الوقت ما تستخدمش اي غسول فم فيه كحول. وبرضه حاول ان انت تبطل التدخين، لان التدخين برضه بيسبب التهاب اللثه وبيسبب امراض الاسنان بشكل كبير، وفي نفس الوقت بيقلل افراز اللعاب في جسم الانسان. كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، واتمنى ان تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. وفي نهايه اي فيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله اللي جاي احسن. وايه، السلام عليكم.